محتاجك فيه، ولكن هي بتقول له انا ما عدتش عايز اعيش معاك، وفعلا بتسيبه وتمشي وبيقول لها خلاص وياك ترجعي هنا تاني. وبطلنا بيسيبها وبيروح لكريستوفر عشان يشوفه، وفعلا بيشوفه وبيقول لكريستوفر لابوه قال ماما ليه ما جاتش غيرتني؟ بيقول له لا يا عم عادي كل شيء يبقى بس على مرام، تعالى. بيقول لك كانت قايله لي ان هي اللي هتيجي تاخد النهارده. قال له بس تعالى نروحوا الاول. بيروحوا هما الاثنين، ابوه بيعمل له شويه اكل كده والواد يعني بيفضل ياكل من كتر تعب الواد، بياكل وهو كان قاعد ينام. فبينام وبطلنا بيروح قدام التلفزيون بيفضل قاعد يفكر اعمل ايه، طب اروح فين، طب الدنيا فيها ايه، طب اروح اقابل المعند دي الصبح ولا اروح فين، مش عارف. المهم ان هو كالمعتاد في الصباح الباكر بيروح عشان يوصل ابنه، ولكن هما طالعين هما الاثنين صاحب الشقه بتاعت لما جروه بقول لك ايه، انا ما دفعتش الايجارات دلوقتي حالا فانا هطلعك. بقول له بالله عليك يا اسطى استنى بس عليا شويه كمان، مش معايا فلوس مش معايا حاجه، اصبر معايا ابني اوديه فين في الشارع. بقول له خلاص انا قدامك حل حلو، انت هتطلع الشقه ديت وهتتهنها وقدامك اسبوع اما تخلص دهان وتطلع منها خالص. بيقول له يا عم خلاص ماشي. وفعلا بياخد ابنه وهو بيوصله، فابنه بيقول له انت تعرف احنا بناخده في المدرسه؟ بقول له بناخد ايه؟ بقول له انا كنت بشاهد فيلم كده اسمه سفينة الحب. بقول له سفينة الحب وبندفع فلوس في الفاضي، وبياخده معاه وهو رايح. فبيروح يتخانق مين مع المديرة بتاعت الحضانة، بقول لها هو انت بتعلمي الاطفال ايه، بتسمعهم ايه سفينة الحب؟ بتقول له دي يا عم مش السفينة دي بس بتدي لهم عن عالم البحار وكده. بقول لا لا انت كده بتصم. بتقول له بقول لك ايه مش عاجبك وديه في مكان تاني بفلوس اكتر. فبيسكت وبتقفل الباب في وشه وبيمشي وبيروح عند شركة البورصة اللي هيقابل فيها السكرتيرة. اول ما بيروح هناك بيتنادى اسمه، فعلا بتقابل السكرتيرة وبتاخد السكرتيرة وبتعرفه هو هيعمل ايه وايه، وبتعرفه مين اللي هيبقى مخصص عليه ومين اللي هيبقى اصلا يقول له على الحاجات اللي لازم يعملها وكده. فبيقول لها تمام ماشي، وبيرجع بيته هو ابنه له الاكل وابنه بياكل وبتسطل وهو قاعد برضه ياكل. وبطلنا ما بيكونش فاضل ابنه، بيخش على طول عشان يتهم في الشقة وبتكون حالته ما يعلم بالله ربنا. وكنا نفتكر ان السكرتيرة قالت له الساعة 2 هتروح البورصة هناك هيختبروك عشان تبقى من ضمن ال20 اللي هيختبروا، اصلا ال20 هيطلعوا منهم واحد بس. فبيقول لها تمام ماشي. فبيقول في باله اهم حاجه الموعد ده ما تسووش، وهو يعني كان لسه برضه متعاص دهان وحاجات من دي. بتدخل مره واحده عليه الشرطه، بقول لهم مين عايزين مني ايه؟ بتقول له حبيبي ايه عايزين منك ايه؟ بقول لهم انت بقالك كتير ما دفعتش الغرامات اللي عندك. بقول لهم انت بيستنى عليهم، ولكن ما بيستنش عليه وبياخدوه يحجزوه لمده يوم لحد ما يشوف حد وصى عليه يمضي مكان او حد يضمنه. فبقول لهم طب اديله حتى مكالمه واحده رن بس لحد. فبيرن على ليندا وبقول لها ايوه ليندا. تقول له ايوه عايز مني ايه؟ انا مش قلت لك ما ترنش عليا ولا عايز اعرفك؟ بقول لها بس عايز اطلب منك طلب واحد، اخر طلب هطلبه وما عدتش عايز منك حاجه. انا عايزك بس انك تروحي توصلي ابننا كريستوفر الحضانه وتاخديه ترجعيه قدام البوابه بتاعتنا الساعه 7 وانا باجي اخده تمام. بتقولي في حاجه ولا كده؟ بقول لها لا مفيش اي حاجه. بيقعد طول اليوم وهو قاعد في الحاجز لحد ما بيجي تاني يوم وبيكون هدومه مش مترتبه ومتعاص دم من كل مكان. ياخدها جري على اخره عشان يلحق الميعاد اللي هم قالوا فيه. وفعلا بيوصل الشركه وبيكون قاعد يعدل في الجاكيت اللي هو لابسه، بس حتى السوسته منحاسه ومش راضيه تقفل لحد ما بيدخل على كل مجموعه اللي قاعده، وجي كان في وسطهم. واول ما بيدخل بيسلم على الكل، فكله بيبص له كده وبيضحك على المنظر اللي هو فيه ويقول لهم بصوا انا عارف انتوا مستغربين من اللبس اللي انا جاي بيه، ولكن انا فكرت اقول لكم قصه كتير ولكن ما لقيتش حاجه. اقول لهم انا بصوا جاي لكم وانا قاعد كنت قاعد ادهن في الشقه وحصلت لي شويه حاجات كده واتاخرت على ما جاي. فواحد من اللي قاعدين بيقول له طب بقول لك ايه، احنا اهم حاجه هنا عندنا انك تقنع العميل ان هو يشتري او حتى تبقى حلو في الحسابات. بقول له خلاص يا عم اديني اي حاجه وانا معاك فيها وهقنعك. بقول له متاكد تعرف؟ بقول له ها. بقول له طب افرض واحد جاي العمل تمام لابس تيشيرت وجاي العمل ومتاخر وبالمنظر اللي انت فيه ده، تتوقع هيكون عامل ايه؟ بقول اتوقع هيكون لابس سروال كبير. فكله بيرجع تاني يتفصص على نفسه من الضحك وبيطلع وجيك بيطلع وراه وبيقول له بقول لك ايه يا معلم ابسط انت بقيت من ال20 واحد اللي تقابله. بقول له حتى مش عارف ازاي تتجدع عن كده عشان تكون حد حلو. بقول له يا عم خلصان. وياخد ابنه من المكان اللي هو اتفق فيه هو ومراته وبيرجعوا على البيت. وفعلا بيقضي اليوم وبيوصل ابنه الحضانه او بيكون رايح عشان يدور على اي مستشفى يبيع فيها الجهاز ولكن ما بيلاقيش. فبيرجع هو ابنه تاني بالليل، ولكن هنا الصدمه ما بيلاقوش اغراضهم، مفيش اي اغراض لهم في البيت. وبيخبط بطلنا بيجرب يفتح بالمفتاح المعمى ما بيفتحش. وبنعرف كده ان صاحب الشقه طرد حاجتهم بره وطرد حتى كريس وابنه. فكريس بيقول لابنه هات الحاجات ولا بيقول له هنروح فين مش هنسكنوا هنا؟ بيقول له هات الحاجات ويلا بسرعه. بيروحوا يركبوا اتوبيس والاتوبيس ده بيوديهم المترو وبيفضلوا قاعدين في المترو لدرجه ان ما حد قاعد جنبيهم. فبيكون بطلنا لسه شايل يعني الجهاز اللي معاه.
فصاحبنا كريستوفر بيقول له بابا بابا لا دي مش آلة زمن. بيقول له يا ابني آلة زمن انت كمان هتغبني. بيقول له لا دي مش آلة زمن. بيقول له لا دي آلة زمن، الراجل الشحات اللي انت كنت جبتها منه قال لك ان ديت آلة زمن. بيقول له ياه انت فاكر دي كمان؟ بيقول له يا عم خلصانه، ايوه دي آلة زمن. بيقول له ايه مش عايز تجربها؟ بيقول له عايز اجربها. بيقول له اتك على الزرار. اول ما بيتك على الزرار ده كريس بيقول هناك ديناصورات، هناك وحوش، هناك حاجات، اجري عايزين نستخبوا في اي كهف. فبيقول له صدق يلا بينا نجري. بيجروا وبيخشوا الحمام اللي في المترو. بيفضلوا قاعدين وصاحب وكريستوفر من كتر التعب بينام على حجر ابوه. وبطلنا يعني بيبقى قاعد ونفسه يعيط بس خايف يصحي ابنه من النوم. وبيجي الصبح وبياخد ابنه وبيمشي من هنا عشان يروحوا يشوفوا اي ملجأ يقعدوا فيه لحد ما ربنا يكرم بطلنا ويبقى عميل في البورصة. وفعلا بيلاقوا ملجأ ولكن بيكون عليه زحمة طابور ملوش اخر نهاية. فبيفضلوا مستنين لحد ما بيجي عليهم الدور وبيخشوا. وبيدي لصاحبنا كريستوفر حماية على السريع وبيسيبه وبيقول له نام انت بقى مرتاح وانا قاعد شوية بره. بقول له تمام. في الصباح الباكر برضه بيكون جاء اليوم الجديد وبياخد بطلنا ابنه وبيوصله والدنيا دي كلها بتبقى تمام. وبيروح على الشركة عشان يشوف دنيته فيها ايه. وأول ما بيدخل البورصة حرفيا بيلاقي ده قاعد يتكلم في التليفون وده قاعد مش عارف يزعق مش عارف مع مين، وده بيلاقي الدنيا كلها ملخبطة. فبيقعد على الكمبيوتر بتاعه عشان برضه يشوف شغل. بيرن عليه أول عميل وبيقول له أيوه حضرتك يا فندم، أيوه تعالى في المكان الفلاني تساعدني في المكان الفلاني مش عارف ايه. فبيروح يجري بطلنا وبيساعد. بيرن عليه كمان أيوه تعالى مش عارف ايه. بروح بلطو بطلنا وبيساعده وبيفضل على كذا كل ايام. وبنعرف ان هو يلزمه 6 اشهر 6 اشهر عشان يعرف ساعتها هيبقى مقبول من ضمن ال20 واحد اللي هنا ولا ايه. وبيكون شايل كتاب الراجل اللي هو مشرف عليهم ومديهوله. وبنعرف ان هو لازم يقنع عملاء كتير ويعمل حاجات من دي. وفعلا بياخد الكتاب وبيوصل ابنه على الملجأ وبيكون هما الاتنين واقفين. فبيجي واحد خنزير قدامه. فبطلنا بيزعق وبيقول له يا عم ابعد يا عم، ابعد يا عم احنا جايين من هنا قبليك يا عم. فصاحبة الملجأ بتهديهم وبتقول له يا عم بقول لها انا عبد انا وابني نروح فين احنا يعني. بتقول له يا عم خلاص اهدى بس. فعلا بياخد ابنه وبيخش الملجأ وبينام ابنه وبيقول له انت واثق فيها ولا؟ بيقول له واثق. خلاص نام انت وانا لو قلت اي حاجه انا هسمعك، انا هبقى قاعد بره. خلاص ماشي. بيفضل طبعا بطلنا طول اليوم معاه الجهاز اللي كان واخده من الشرد وبيفضل يصلح فيه لحد الحمد لله ما بيصلح. بيكون برضه معاه الكتاب ويكون قاعد يذاكر فيه حرفيا ليل. مفيش اي وقت بيضيعه في الفراغ. وفعلا في الصباح الباكر عشان يبيع الجهاز اللي معاه ده فعلا بيكون حظ الحلو ان الجهاز اشتغل والراجل خده منه. يكون خده منه ب$150. هم طبعا على شركة البورصة اول ما بيخش بيلاقي برضو الدنيا كالمعتاد. ده بيتكلم وده بيزعق وده بيخبط وده بيعمل. فمالوش دعوه بده كله وبيفضل قاعد برضو في مكانه. وبيكون رايح عشان يقابل زبون ومن كتر ما هو مستعجل بياخدها جاري ولكن بتخبط عربية وبيبقى مش عارف هو راح فين ولا جا منين. وبتقع منه فردة الجزمة اللي هو كان لابسها وبيبقى كده بقى من غير فردة. وبيبقى زعلان ان هو فوت عميل من اللي معاه. بيرجع تاني على الشركة ولكن بيكون من غير جزمة. أول ما بيرجع ده بيقول له يا سيد كريس عندك جزمة نصف؟ بيقول لهم تمام شكرا. تاني بيقول له برضه عندك جزمة نصف؟ بيقول له تمام شكرا. برغم إن هو بجزمة واحدة ولكن ما كسفش هو برضه راح الشغل. وفعلا بيروح عشان يجيب ابنه من الحضانة وابنه بيلاحظ إن هو برضه من غير جزمة. بقول له الفردة التانية راحت فين؟ بقول له حصلت شوية حاجات كده ووقعت منه. بقول له خلاص تمام. بيروحوا بقى عشان يروح الملجأ ولكن هنا الصدمة الملجأ بيكون مزحوم وخلاص راحت عليهم. فبطلنا بقول له بقول لك ايه مش نفسك تتغدى كده في مكان حلو؟ بقول له هنتغدوا ازاي؟ هنروح يعني الكهف؟ بقول له لا مش هنروح الكهف ولا حاجه. بياخده وبيروح على فندق وبيقعدوا فيه وبتكون اول يوم يقعدوا في مكان نظيف وحلو. وبطلنا بيكون عارف ان ده اخر ال6 اشهر وخلاص كلها ما فيش اليوم ده وهيعرف مين اللي هينجح. وفعلا بيروح عشان على الشركه وبيقابله جيك وبيطمنه وبيقول له يا عم ما تقلقش كلها بخير. فبطلنا بيقف بره وبينادوا على اسمه وبيخش قدامه الصف اللي هو واقفين. وبيقول له طبعا انت لابس البدله ديت لان طبعا ده اخر يوم صح؟ بيقولوا له انا لابسه فعلا ده عشان اخر يوم زي ما انت قلت. بيقول له طب احب اقول لك بقى انك تبقى تيجي تاني يوم بالبدله اللي انت لابسها. وبطلنا يعني بيكون مصدوم مش مصدق ان هو خلاص اتقبل. بيقول لهم يعني ايه افهم ايه بكده؟ بيقول لهم خلاص انت اتقبلت من الشركه دي. بطلنا يعني من كتر الفرحه والفل اللي هو فيه بيبقى مش مصدق وبقعد يعيط وبيشكرهم ويخطها يطلع يجري بره ومن كتر الفرحه اللي هو فيه عيني. ويكون قاعد يرقص في وسط الشارع وراح ياخد ابنه وبيكون قاعد يلعب معاه كوره تسلى في المكان اللي هم واقفين فيه. وبعد كده بياخدوا وبيجروا هما الاتنين على الشط والدنيا خلاص بتبقى هنا يا معلم فتحت. بطلنا بيبقى مليونير في 2006. ايوه ده حقيقه والقصه دي اصلا حقيقيه. اما الفكره بقى اللي هناخدوها عزيزي المشاهد من الفيلم ده انك حتى مهما يكون لو حتى حبيبتك سابتك
ولو حتى برضه اترفضت من كتير من المستشفيات وما رحتش إياهات، ولو حتى الدنيا جت عليك، ولو حتى طلعت من الشقة اللي انت ساكن فيها، فده كله مش هيمنعك انك توصل لحلمك. فعشان كده بقول لأي واحد دايما، مش انك معنى انك تفشل او معنى انك ترسب في حاجة دي معناها انك فشلت، لا، دي معناها بداية وصولك للنجاح. انت كده بتقع عشان تتعلم من الغلط اللي وقعت فيه. فكل واحد مننا في حياته بيقابل صعوبات، يا اما تخش في الصعوبات ديت وتشوف حلولها، والحمد لله ربنا يسترها وتوصل للي انت عايزه يا عزيزي المشاهد.